فتحة الصدر بتلبس، وده اللي حصل في دولة الاحتلال اللي اقتصادها بيفرفر حاليا. هو ايه اللي حصل؟ كمل معايا وهقولك. انا مصطفى الغريب، وده سؤال. قبل تنفيذ اتفاق الهدنه، صحيفه يدعوت احرنوت الاسرائيليه قالت ان جيش الاحتلال سرح الالاف من جنود الاحتياط، وده وسط ازمه اقتصاديه كبيره جدا بتضرب الصهاينه في عز عدوانهم على اخواتنا في غزه. الاقتصاد بتاعهم اتكبد خسائر ماليه كبيره جدا نتيجه تحمل تكاليف كتيره بسبب استدعاء قوات الاحتياط ودفع رواتبهم، ده زائد خساره ايام عملهم، وبسبب ده حصل تدهور ملحوظ في معظم المؤشرات الاقتصاديه. واحنا عارفين طبعا ان الجنود دول ليهم وظائف مدنيه، فهم سابوا شغلهم وراحوا يشاركوا في العدوان، فطبيعي ان مجال عملهم ينهار. ولو تفتكروا كنت قلت قبل كده في حلقه ان حصل مشكله في العماله بسبب الاحداث دي، تحديدا في الزراعه، والوافدين بيهربوا من البلد، بجانب ان كتير من الاسرائيليين كانوا بيخلعوا هم كمان. هيئه البث الاسرائيليه قدرت تكلفه رواتب جنود الاحتياط بحوالي 5 مليار شيكل شهريا، ده بجانب تكلفه فقدان ايام الشغل المدني للجنود دول اللي بتوصل لحوالي 1.6 مليار شيكل. ومن هنا بيظهر حجم الخسائر الاقتصاديه الكبيره اللي بتعاني منها تل ابيب نتيجه للعدوان. وصحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه اشارت في تقرير لان اسرائيل اقترضت في الفتره الاخيره حوالي 6 مليار دولار، وبحسب الصحيفه القروض دي تمت من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص، يعني ما كانتش معلنه، وكان هدفها دعم تمويل عدوانها على غزه. والصحيفه قالت كمان ان تل ابيب اضطرت لتحمل تكاليف اقتراض مرتفعه بشكل غير عادي، وده طبعا علشان تنجز الصفقات دي. نتنياهو لما بدا العدوان ده ما كانش متوقع ان الموضوع هيطول معاه كده، واللي بالمناسبه شكله لسه مطول اكتر، وكل يوم بيعدي بيشكل خطوره على الصهاينه واقتصادهم بجانب الخسائر السياسيه وخصوصا داخليا. علشان كده هو كان عايز ينهي الموضوع بسرعه، بس الفلسطينيين زعلوه. سلام.